النهاردة قررت أروح برلين لمدة يوم باستعمال دويتش تيكت في رحلة بتقعد من 7 ل 8 ساعات فيها بتاع حوالي 7 قطورات. فقمت محضر شنطتي لليوم دوت. طبعا نزلت بدري على قد ما أقدر علشان ألحق أول قطر في الخط، وده بيجي الساعة حوالي 6:30، فعلشان برضو نلحق اليوم من أوله. طبعا أنا ماشي هنا يعتبر لوحدي في المكان لأنه كان يوم الحد، مفيش مخلوق تقريبا غيري رايح يركب القطر في الميعاد دوت. ركبنا أول قطر لينا، كنت لوحدي تقريبا في القطر، أنا وبني آدم تاني تقريبا. نزلنا أول محطة وركبت قطر بتاعي تاني نزلني في محطة اسمها هلا، ومن هلا ركبت تاني. طبعا وانت ماشي في مشوارك في علامات معينة هتقابلك هتعرفك إذا كنت قربت من برلين ولا لسه. ايه ده يا شباب؟ دي طلقة دي ولا ايه؟ لما وصلت برلين وصلت على موتيل كنت حاجزه من قبل كده، كان بحوالي 48 يورو في الليلة، وكان أوضة رقم 11، والأوضة كانت أحسن مما توقعت بكتير، فطبعا تفي بالغرض وزيادة. كرسي وترابيزة، حمامك أهم حاجة. بعد ما وصلت الفندق نزلت أتمشى شوية في المكان. دولت الشباب قرروا انهم يستلفوا الدكة من الحي تقريبا. بس اليوم دوت الجو كان حلو فيه جدا والدنيا مساعدة ان الواحد يتمشى ويستكشف من حواليه. السبب الاساسي اللي انا رحت لبرلين لمدة يوم هو اني احضر مهرجان افلام قصيرة. كانت والدتي اتقبل الفيلم بتاعها انه يتعرض في المهرجان، لكن بسبب ظروف الفيزا والسفر وكده ما قدرتش ان هي تحضر بنفسها، فبالتالي حضرت انا عنها المهرجان. وكانت لحظة حلوة ليا اني اشوف فيلم بتاع والدتي بيتعرض في مهرجان بره مصر يعتبر لاول مرة. بالعكس انا اهل بيتي كلهم كانوا هم اللي مشجعيني ان انا ابيع واشتري، محدش كان ضدي ان انا اشتغل يعني او ابيع. بعد نهاية المهرجان وعرض كل الأفلام كان في زي ميتنج صغير نهاية المهرجان، وبعدها خلصت المصلحة للنهاردة وقضيت اليوم كده. بيجيبوا الفيلم كله جدا، القبول موجود. بعد كده روحت. لو حد هيسافر في حتة بعيد وناوي يجيب أكله معاه اوعى يغلط غلطتي ويجي من غير شوكة معاه، بالذات في يوم الحد. كده خلصنا يومنا في برلين، نرجع بقى البيت. لكن قبل ما امسك طريق مروح عديت على الالكسندر بلاتس، ولاول مره اشوف قدامي مبنى الفان سنتوم او مبنى الاذاعه والتلفزيون. زائد المكان طبعا تحفه، مليان مباني اثريه كتير زي المغيان كياشا وبرلينا دوم او كاتدرائيه. بعد ما خلصت لفتي على السريع ركبنا بقى القطر ومسكنا طريق المروح تاني، نفس الطريق وانا جاي لكن في 6 ساعات بس المره دي، ووصلت تاني لكومبخ. بيقولوا لي في الكومنتات ايه مكان تاني اقدر اروحه، وسلام.